تدشين لمركز الشعب للدفاع والحقوق، شايف الموضوع ازاي؟ ده حاجه تشرف انه ده اول مركز يتعمل في البلاد ده كله، يكون قايم بناء على عدم الربحيه، فده شيء يتطور من كافه النواحي القانونيه. ان شاء الله باذن الله يكون المركز نبراس لكافه الناس الغير قادره على الحصول على حقوقها، ان يكون من خلال المركز تقدر تحصل على حقوقها. دور النقابه في المركز ده هندعم وفقا للناس الغير قادره اللي تيجي في لجنه الاشاعات القضائيه والمساعدات القضائيه غير قادره على تنفيذ الامر. هنحاول ان احنا يبقى في ترابط ما بيننا وما بين المركز، وننسق ما بين، يبقى في تنسيق ما بيننا وبين المركز ان شاء الله. شايف الحكومه وباقي الشعب هيقدروا يساعدوا الشباب عشان يثبتوا وجودهم؟ هننتظر ونشوف، هننتظر ونشوف. لسه مش باين لحد دلوقتي ملامح مجلس الشعب الظاهر. تفتكر يا فندم هيبقى في دور رقابي من المركز ده على نواب الشعب؟ لا ما اعتقدش، لا. النواب، المراقبه من النواب حاجه ثانيه واجراءات ثانيه غير المركز. ايه اللي هيقدر يقدمه المركز